في هذا الفيديو راح نبدأ سلسلة جديدة على القناة، واللي هي سلسلة ال100 حقيقة. في كل فيديو إن شاء الله راح أتكلم عن 100 حقيقة عن لعبة فيديو جديدة. وراح نبدأ السلسلة الآن مع لعبة PUBG موبايل، أحد أضخم وأشهر الألعاب في العالم حاليا. راح أتكلم عن 100 حقيقة للعبة، حقائق مسلية غريبة وبعدها راح يصدمكم أول مرة راح تسمعوها. متأكد هالفيديو وهالسلسلة راح تعجبكم، فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز بآخر جيف أواي واللي كان على $200، والفائز معنا هو مصطفى. الجيف أواي الشهري الجديد أيضا على $200. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. لعبة PUBG موبايل نزلت عام 2018 وكانت نسخة الموبايل من لعبة PUBG اللي موجودة على البي سي اللي نزلت عام 2017. لعبة PUBG على البي سي بدأت كمود فرعي في لعبة الحرب أرما 2، واللي طورها شخص اسمه براندن جرين ما كان عنده خبرة في تطوير الألعاب. بعد نجاح المود الفرعي في لعبة أرما 2، براندن تعاون مع شركة ألعاب كورية عشان يسوي لعبة PUBG أو PlayerUnknown Battleground. بعد نجاح اللعبة الكبير في عام 2018 شركة تنسنت اشترت حقوق PUBG وسوت لعبة PUBG موبايل. لعبة PUBG موبايل كانت أول لعبة باتل رويال على الموبايل في التاريخ. اللعبة نجحت بشكل جدا كبير وصارت أشهر بمراحل من لعبة PUBG على الكمبيوتر. عدد تحميلات PUBG موبايل تجاوز 1,000,000,000 تحميل، واللي هو ثمن عدد السكان على الكرة الأرضية. لعبة PUBG موبايل هي أكثر لعبة تحميلا على الموبايل في التاريخ. بعد نجاح اللعبة الكبير صار في عدة شركات تحاول تسوي نسخ من PUBG موبايل بنفس الفكرة وبنفس اللعب. اسم الماب الأساسي في اللعبة إيرانجل، تم تسميته بهذا الاسم لأن ابنة مصمم اللعبة براندن جرين اسمها إيرن، فسمى الماب على اسمها إيرن وضاف كلمة إنجل أو ملاك عليها، فصار اسم الماب إيرن الملاك. حرفيا قاعد يدلع بنته باسم ماب في لعبته. PUBG موبايل وPUBG نسخة البي سي ما لهم أي علاقة في بعض. معظم الناس مفكر ان PUBG على الموبايل هي نسخة لPUBG الموجودة على البي سي، واللعبتين بصير لهم نفس التحديثات ومن نفس الشركة. بس لا، شركة تنسنت اشترت حقوق PUBG وعندها الحرية الكاملة في اللعبة، غير مرتبطة في نسخة البي سي ابدا. عشان كذا بنشوف تحديثات في نسخة الموبايل ما هي موجودة على البي سي، وبتحسهم لعبتين مختلفين كليا. 40% من اجمالي ايرادات او ارباح العاب الموبايل كانت من لعبة PUBG موبايل لوحدها، يعني اللعبة لوحدها تقريبا عندها نصف ايرادات ارباح العاب الموبايل مجتمعين. الماب الاساسي في لعبة PUBG موبايل واللي هو ماب إيرانجل، على كلام المطورين ان الماب مستوحاة من حادثة تشيرنوبل. تصميم الماب والمباني والبلدان اللي فيه كلها روسية من عهد الاتحاد السوفيتي، وكلها مهجورة نفس مدينة تشيرنوبل اللي انفجر فيها مفاعل نووي وصارت مهجورة من وقت الاتحاد السوفيتي. شهريا اللاعبين بيقضوا فوق 10 مليارات ساعة في لعب PUBG موبايل. PUBG موبايل حققت فوق 13 مليون لاعب نشط بنفس الوقت في اللعبة، وهذا أعلى رقم بيتسجل في التاريخ. عدد تحميلات PUBG موبايل أكثر من عدد مبيع جميع أجهزة الألعاب الكونسول مجتمعة، يعني من أول جهاز ألعاب بلاي ستيشن أو نينتندو أو إكس بوكس إلى آخر واحد، جميع مبيعاتهم PUBG موبايل عدد تحميلاتها أكثر منهم. اسم اللعبة في الكامل هو PlayerUnknown Battleground، وسبب هذا الاسم ان براندن جرين اللي طور اللعبة من أرما 2 كان اسم ايديا او النيك نيم تبعه في اللعبة هو PlayerUnknown، فاسم اللعبة الكامل PlayerUnknown Battleground موبايل واختصارها PUBG موبايل. لعبة PUBG موبايل فيها فوق 50 سلاح. اكثر سلاح السالت رايفل استعمالا في اللعبة هو M416 السالت رايفل، واكثر سلاح استعمالا في تاريخ اللعبة من السب ماشين هو UMP. لعبة PUBG موبايل فيها فوق 25 مود، منهم الأمواد الفرعية ومنهم الأمواد اللي تكون لوقت محدد. أحد الأطوار في لعبة PUBG موبايل بيخليك تحس إنك دخلت لعبة ثانية. الطور فيه هليكوبترات، طيارة F-16، رجال آليين، دبابات وغيرهم. هذا الطور تم إضافته بعدين للعبة، ما نزل مع وقت نزول اللعبة، لا تم إضافته في عام 2019. اللعبة فيها 15 ماب، 9 مابات باتل رويال و6 مابات أرينا. بس اللعبة فيها
آلاف المابات والأطوار الثانية الغير رسميين اللي تم تطويرهم من قبل اللاعبين في طور الواو. أشهر ماب في اللعبة وأكثر ماب يلعبوه اللاعبين هو ماب إيرانجل. أحد أشهر الأسلحة في اللعبة هو البان أو المقلاي، واللي تتميز بصد الطلق لو حطيته وراك. وصد الطلق في اللعبة كان عبارة عن جلitch أو خطأ، المطورين ما كانوا قاصدين يسووا هذا الشيء، بس بعد ما عجب اللاعبين خلوه في اللعبة وما شالوا. اللعبة فيها فوق 2000 سكن رسمي من اللعبة. لعبة PUBG موبايل تعاونت مع أكبر شركات الأفلام العالمية وسوت إيفنتات لهم في اللعبة، نفس شركة مارفل وسوت إيفنت لشخصية فينوم، وتعاونت أيضا مع فيلم جودزيلا فيرسس كونغ وفيلم ميشن امبوسيبل وغيرها كثير من الأفلام، وكلهم صار إيفنتات في اللعبة لها علاقة بهالأفلام. أيضا اللعبة تعاونت مع عدة مسلسلات مشهورة نفس مسلسل The Walking Dead، مسلسل أركين وغيرها من المسلسلات. وأيضا تعاونت مع كثير من الأنميات المشهورة نفس أنمي دراغون بول وأنمي هانتر اكس هانتر، والآن في تعاون مع أنمي أتاك أون تايتن. وأيضا اللعبة تعاونت مع عدة مغنيين وفرق غنائية مشهورة وسوت إيفنتات ضخمة لهم في اللعبة، نفس فرقة الكي بوب الكورية بلاك بينك صار إيفنت خاص فيهم في اللعبة، والمغني المشهور ألان ووكر كمان صار في إيفنت خاص وغنية خاصة فيه للعبة، وعدة مغنيين ثانيين. لعبة PUBG موبايل دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع فرقة بلاك بينك الكورية. دخلوا موسوعة جينيس كأكبر حفلة موسيقية افتراضية صارت في العالم، واللي هي حفلة لفرقة بلاك بينك صارت في PUBG موبايل. في عام 2024 تم تحطيم الرقم القياسي كأعلى عدد قتلات في جيم واحد في PUBG موبايل، واللي حطم الرقم القياسي هذا اليوتيوبر الهندي لولز جيمنج، واللي قدر يجيب 94 قتلة في جيم واحد في PUBG موبايل. رقم قياسي أيضا تم تحطيمه واللي هو أطول قتلة بالسنايبر من مسافة طويلة، واللي جابها اللاعب بسايكو بلايند، جاب قتلة بالسنايبر من مسافة 517 متر. لعبة PUBG موبايل تعاونت مع عدة شركات سيارات مشهورة منها تسلا، لامبورغيني، ماكلارن وغيرها من السيارات. في ملابس رسمية للعبة PUBG موبايل. الشركة تعاونت مع شركة الملابس المشهورة بيب وأصدروا كوليكشن خاص في لعبة PUBG موبايل، حولوا فيه عدة سكنات من اللعبة إلى ملابس حقيقية. لعبة PUBG موبايل كانت السبب الرئيسي في إنشاء الشركات لموبايلات خاصة للجيمنج. في عدة شركات بدأت تتسوق لموبايلاتها إنها موبايل خاص للجيمنج، وهذا الشيء بيرجع لشهرة PUBG موبايل. وعلى سيرة الموبايلات، ففي نسخة خاصة من اللعبة للموبايلات الضعيفة باسم PUBG موبايل لايت. هذه المواصفات اللي شايفينها قدامكم هي أقل مواصفات لموبايل عشان تشغل PUBG موبايل، واللي هي مواصفات جدا قليلة، وأظن معظمكم عنده موبايلات أقوى من كذا. بس إذا حد موبايله أضعف من هذه المواصفات فيقدر يلعب PUBG موبايل لايت اللي تكلمنا عنها قبل. مثل ما بنعرف PUBG موبايل تهتم وبتركز على الواقعية بشكل جدا كبير، الواقعية بالأسلحة، باللوت، بأسلوب الحركة. بس في النسخة المبدئية للعبة كان في تفصيلة مخلية اللعبة واقعية أكثر، واللي هي لو أخذت الحقيبة ليفل 2 أو ليفل 3 وكان عندك لوت كثير، بس تمشي راح يطلع صوت خشخشة بالحقيبة إن اللوت اللي معاك قاعد يضرب في بعض ويطلع صوت. بس الشركة قررت تشيل هذه التفصيلة من النسخة النهائية لأنها راح تفضح مكان أي واحد، لأنها راح تطلع صوت جدا واضح وهو قاعد يمشي. شركات كبيرة صارت تحط إعلاناتها بداخل بيلبورد أو لوائح في لعبة PUBG موبايل، مثل ما شركات بتحط إعلانات في الشوارع وفي التلفزيون. انتبهوا إنه فيهم يحطوا إعلانات بداخل اللعبة لأنه عدد لاعبينها بالملايين. أكثر الدول اللي يلعبوا PUBG موبايل هي دول الشرق الأوسط ودول آسيا، عشان كذا بنشوف اهتمام جدا كبير في لعبة PUBG موبايل لهذول اللاعبين، بالذات اللاعبين العرب. فبنشوف عدة إيفنتات خاصة للعرب، منها إيفنتات رمضان والعيد وغيرها. حسب بعض الآراء فلعبة PUBG موبايل هي أكثر لعبة بيلعبوها أشخاص مو جيمرز، يعني معظم لاعبين اللعبة والمحترفين فيها ناس ما عندهم خبرة بالألعاب، وكانت هذه أول مرة بيلعبوا لعبة فيديو. أكثر 3 دول عربية تلعب PUBG موبايل هم الأردن، مصر والعراق. سبب شهرة PUBG موبايل الكبيرة في دول الشرق الأوسط ودول آسيا هو أن معظم الأشخاص في هذه الدول ما عندهم الميزانية اللي تسمح لهم يشتروا بلاي ستيشن أو بي سي، بس جميعهم عندهم موبايلات. ولعبة PUBG موبايل هي لعبة بمستوى ألعاب البي سي والكونسول، بس موجودة على الموبايلات فسهل الوصول لها. من شهرة اللعبة الكبيرة في بعض دول آسيا، بعض شركات الموبايلات حملت لعبة PUBG موبايل على الموبايل قبل لا تشتريه. إنه كيف الآن بس تشتري موبايل جديد في بعض التطبيقات
التطبيقات المحملة. PUBG موبايل كانت محملة على بعض الموبايلات من أول ما تشتريها. وأيضا اللعبة تعاونت مع عدة مغنيين عرب مشهورين نفس ويجز وغيرهم. عدد الجوائز المالية من لعبة PUBG موبايل للبطولات تجاوز $100 مليون. أول بطولة في تاريخ PUBG موبايل كانت على $2 مليون، واللي صارت في عام 2020 بطولة BMGC. أحد البطولات العالمية للعبة PUBG موبايل صارت في دولة عربية في دبي في عام 2021. أشهر مصطلح موجود في اللعبة اللي هو وينر وينر تشيكن دينر، واللي معناه بالعربي الفائز عشاء الدجاج. هذا المصطلح كان يتم استعماله في لاس فيغاس لما شخص يفوز في القمار ويكسب فلوس، يقولوا له وينر وينر تشيكن دينر، انه خلاص صرت انت غني لازم تعزمنا على عشاء دجاج. فنفس الشيء في اللعبة، ان انت فزت فلازم تعزمنا على عشاء دجاج. من وراء شهرة اللعبة الكبيرة في دول شرق آسيا، في أشخاص سووا حفل زواجهم أو عرسهم بأجواء PUBG موبايل. وعلى الناحية الثانية لعبة PUBG موبايل تسببت في عديد من حالات الطلاق من وراء إدمان اللاعبين عليها. اللاعبين المحترفين في PUBG موبايل بيستعملوا 4 أصابع للعب في اللعبة عشان تعطيهم ميزات أكثر. وبعض الناس صار عندهم مشكلة أو مرض بأصابعهم، وصار اسم المرض PUBG Fingers من وراء استعمال أصابع الشديد أثناء اللعب. عدد كبير من اللاعبين صار مجال شغله هي لعبة PUBG موبايل، وبعضهم كون ثروات كبيرة من لاعبين محترفين فازوا في بطولات اي سبورت، أو يوتيوبر مشاهير انشهروا من وراء اللعبة، أو حتى معلقين بيعلقوا على مباريات الألعاب. عدد كبير من اليوتيوبر العرب انشهروا وصار عندهم متابعين بالملايين من وراء لعبة PUBG موبايل. مصطلح بوت انشهر أو طلع أول مرة من وراء لعبة PUBG موبايل، واللي هو المصطلح اللي بيتم تسميته للاعبين المنوب يلي أدائهم بيكون نفس أداء البوت في اللعبة. فكرة الباتل رويال اللي شهرتها اللعبة وصار في عدة ألعاب يقلدوها، تم استلهام فكرتها من فيلم ياباني باسم باتل رويال، وكان الفيلم نفس فكرة اللعبة، أشخاص بينزلوا على الجزيرة وواحد بيطلع منهم عايش. براندون جرين مؤسس اللعبة الأساسي كون ثروة بقيمة $5 مليارات من وراء لعبة PUBG. نسخة PUBG موبايل بالصين فيها تغييرات كثيرة عن النسخة الأصلية، من هذه التغييرات تقليل للعنف والدم اللي موجود في اللعبة. كلمنا ان عدد تحميلات اللعبة تجاوز 1,000,000,000 داونلود، بس هل تدري ان عدد تحديثات اللعبة تجاوز النصف مليار؟ وهذا يعني ان عدد كبير من اللاعبين حمل اللعبة والى الان يلعبها ويحمل تحديثات. لعبة PUBG موبايل تقدر تلعبها على الموبايلات، على التابلتس، على الإيميوليتر، على الكمبيوتر، وحتى على الشاشات او التلفزيون الذكي. نزل مود خاص في الزومبي في لعبة PUBG موبايل، وكان بالتعاون مع لعبة Resident Evil. لعبة PUBG موبايل لوقت ما كانت أكثر تطبيق تم تحميله في العالم على متجر جوجل بلاي لأكثر من 50 دولة. حسب كلام وآراء اللاعبين، فأكثر سكن مشهور في PUBG موبايل هو سكن الديناصور الأخضر اللي نزل مع حدث جودزيلا. لعبة PUBG موبايل تعاونت مع اليونيسف أو الأمم المتحدة عشان تعمل بطولات خيرية هدفها جمع تبرعات للمحتاجين. مع تنوع الأطوار الموجودة في اللعبة وكثرتها، بيظل طور الباتل رويال الأساسي هو أشهر طور في PUBG موبايل. PUBG موبايل هي أول لعبة موبايل في التاريخ بتحقق أرباح فوق $1 مليار. لعبة PUBG موبايل تم تطويرها باستعمال محرك Unreal Engine 4، واللي هو محرك ألعاب مشهور تم تطوير فيه عدة ألعاب مشهورة. لما تسوي حساب جديد وتلعب PUBG موبايل، معظم أعدائك في اللعبة اللي راح تقاتلهم راح يكونوا بوتات مو أشخاص حقيقيين. والسبب من وراء هذا الشيء إن اللعبة ودها تعلمك على اللعبة وتخليك تجيب فوز أول عشان تندمج فيها، وبعدين بس يتحسن مستواك اللعبة راح تدخلك مع ناس حقيقيين. تعاونات PUBG موبايل ما كانت فقط مع الأفلام والمسلسلات والأنمي والسيارات، لا، بل حتى تعاونت مع شركات طيران عالمية نفس شركة اير آسيا. صار في تعاون بين PUBG موبايل وشركة طيران. أحد الأشخاص لعب PUBG موبايل تحت المي، وفي شخص لعبها بالطيارة، وبعض الأشخاص سووا لعبة بينت بول حقيقية ضد بعض بنفس ستايل خرائط PUBG موبايل. من وراء شهرة اللعبة الكبيرة بنشوف عدة أشخاص بيسووا أفكار رهيبة للعبة نفس كذا. عدد المطورين اللي شغالين على PUBG موبايل بتجاوز 500 مطور. فوق 30% من لاعبين PUBG موبايل هم البنات.
من وراء الشهرة الكبيرة لببجي موبايل في آسيا، في بعض المطاعم كانت تعطي وجبة مجانية لأي شخص عنده صورة يثبت إنه فاز في اللعبة ولو مرة واحدة. أحد لاعبين اللعبة قال إنه صار عنده فوق 200 صديق من 50 دولة مختلفة من وراء لعبة ببجي موبايل، وهذا بيورجيك إنه كيف اللعبة عالمية، ما هي مشهورة في دولة أو دولتين. أشهر يوتيوبر للعبة ببجي موبايل في الشرق الأوسط أو في الدول العربية هم من دولة العراق. نظام الحماية في اللعبة إذا مسك شخص يغش في اللعبة فراح يدخله في شيء اسمه شيتر بول، واللي هو راح يدخله أقيام مع ناس غشاشين مثله عشان لا يدخل مع أقيام عادية ويخرب اللعب على الناس. لعبة ببجي موبايل سوت إيفنتات وتعاونت مع عدة ألعاب ثانية، ذكرنا لعبة ريزيدنت ايفل، اللعبة أيضا تعاونت مع لعبة مترو اكسيدس ولعبة تيكن وعدة ألعاب ثانية. لعبة ببجي موبايل جابت عشرات المليارات من المشاهدات على يوتيوب. أشهر يوتيوبر مختص في لعبة ببجي موبايل في العالم واللي عنده أعلى عدد مشتركين هو اليوتيوبر العربي آترو، أشهر واحد في العالم، ما في أي يوتيوبر أجنبي أو هندي أعلى منه. بس أعلى يوتيوبر في العالم جاب مشاهدات في لعبة ببجي موبايل هو اليوتيوبر السويدي اللي اسمه باندا، مجموع المشاهدات عنده أعلى من آترو بس عدد مشتركين آترو أعلى منه. أعلى فيديو مشاهدة في اليوتيوب للعبة ببجي موبايل هو هذا الفيديو اللي جاب فوق 200 مليون مشاهدة، والفيديو عبارة عن قطة قاعدة تلعب ببجي موبايل. أعلى فيديو عربي جاب مشاهدات للعبة ببجي موبايل كان الفيديو من اليوتيوبر أبو فلة، جاب 24 مليون، وكان في الفيديو عم يلعب مع ولد صغير محترف في لعبة ببجي موبايل. لعبة ببجي موبايل بتسوي حفل سنوي باسم الجالا بتكرم فيه أفضل صناع المحتوى العرب اللي اشتغلوا معاها، وهذه السنة تم تكريمي أنا بجائزة صديق ببجي موبايل. بما أن العرب هم أكثر الناس اللي يلعبوا ببجي موبايل مع دول آسيا، وراح تلاقي فيه عدة سكنات في اللعبة مستوحاة من الثقافة العربية. لعبة ببجي موبايل كانت ضمن EWC أو كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللي صار بالسعودية، وكانت قيمة الجوائز بهذه البطولة 3 مليون دولار. موسيقى ببجي موبايل الرهيبة واللي قاعدين تسمعوها بخلفية هذا الفيديو تم إنشائها من الموسيقار توم سالتا، واللي هو موسيقار أمريكي، هو نفسه اشتغل على موسيقى لألعاب ثانية نفس سلسلة ألعاب هيلو وألعاب برنس اوف بيرشا وألعاب توم كلانسي وولفنستاين وغيرهم من الألعاب. في عام 2021 في لاعب فلسطيني مقيم في دبي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول بث مباشر يلعب فيه ببجي موبايل بدون توقف، لعب 45 ساعة و45 دقيقة متواصلة، واللاعب اسمه محمود ومعروف باسم ذا ريل مود. في بطولة ببجي موبايل العالمية اللي صارت في عام 2024 كان في تصفيات في كل دول العالم عشان يشوفوا مين راح يتأهل للنهائي، وفي تصفيات الشرق الأوسط كان في 16 فريق مشارك، وتم اكتشاف ان نصف الأفرقة 8 أفرقة كانوا يستعملوا برامج هاكر وغش في البطولة، وصارت فضيحة كبيرة وكل المواقع تكلموا عنها انه كيف أفرق عربية يغشوا في اللعبة، وتم حظرهم جميعا ومنعهم من انهم يشاركوا في اي بطولة في المستقبل. ممكن تاخذ حظر في لعبة ببجي موبايل ل100 سنة اذا غشيت فيها. عدد كبير من اللاعبين غشوا واستعملوا هاكر في اللعبة واخذوا باند مكتوب انه راح ينفك الباند ويرجع حسابهم بعد 100 سنة. عدد مشاهدات ببجي موبايل على تيك توك بتجاوز 300 مليار مشاهدة، واللي هو 37 ضعف سكان الكرة الأرضية، شيء مجنون. ببجي موبايل كانت أكثر لعبة تم البحث عنها من اللاعبين على موقع جوجل في عام 2019 وفي عام 2020. عدد مشاهدات نهائي بطولة ببجي موبايل في عام 2022 تعدى 20 مليون مشاهدة لايف، وهذا مو أعلى رقم، في ألعاب ثانية جابت أعلى من كذا، بس ما في ولا لعبة شوتر جابت أعلى من هذا الرقم. فببجي موبايل هي أعلى لعبة شوتر بتجيب عدد مشاهدين لايف لبطولة اي سبورت. ببجي موبايل تم تحميلها ولعبها من جميع البلدان في العالم ما عدا دولتين، أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي لأن ما في حد ساكن هناك، وكوريا الشمالية لأن ممنوع الألعاب هناك بشكل عام. عدد أرباح ببجي موبايل من وقت إنشائها حتى عام 2025 تجاوز 10 مليار دولار، واللي هو أكثر من ميزانيات دول بأكملها. لعبة ببجي موبايل تعتبر من أوائل الألعاب اللي كانت مترجمة بالعربية بالكامل. في عام
عام 2022 في كأس العالم لعبة PUBG موبايل سوت تعاون مع لاعب كرة القدم المشهور ميسي، ونزل سكين خاص في ميسي في اللعبة. مصدر الدخل الأساسي للعبة PUBG موبايل هي السكنات في داخل اللعبة، لأن اللعبة مجانية ما رح تدفع عليها أي شيء عشان تلعبها، وما في إعلانات بداخلها بتطلع لك نفس ألعاب الموبايل، فالشركة ما بتطلع فلوس غير عن طريق بيع السكنات في داخل اللعبة. وأخيرا، هل تدري إنه في قصة للعبة PUBG موبايل؟ معظم الناس مفكر إن اللعبة فقط باتل رويال فود قتل، ما في أي قصة وراء الموضوع، بس لو بتركز بالإعلانات والتفاصيل في المابات رح تنتبه إنه في قصة، في كثير تفاصيل، بس القصة بكل اختصار إنه في منظمة سرية تستعمل جزر مهجورة حوالين العالم عشان يسووا ألعاب قتالية فيها، بيحطوا ناس فيها يقتلوا بعض وواحد منهم يطلع عايش، وإن الهدف من هذا الموضوع اختبارات عسكرية للجيوش، وفي كثير كلام وتفاصيل، بس هذا المختصر. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا الى نهاية الفيديو. على النهاية لا تنسوا تشاركوا في الجيفوي، الشروط جدا بسيطة، وشاركوني في التعليقات لو ودكم استمر على هذه السلسلة. لو شفت دعم كبير فان شاء الله راح استمر عليها وغطي العاب اكثر واكثر بالمستقبل. وبس، كان معكم بشار كيال او بشار كيكي، اشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.